منتخب مصر هيقابل منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية. ان شاء الله في حلقه يوم الجمعه باذن الله هنتكلم فيها في كل الامور الفنيه لمنتخب مصر. خلاص امبارح اتحدد منتخب كوت ديفوار هو اللي صعد وهيقابلك. منتخب كوت ديفوار عنده في كل خطوطه فرقه قويه جدا، في كل خطوطه لعيبه مميزه. الخط الهجومي بس فيه 3 لعيبه، في منهم 2 بيلعبوا في الدوري الانجليزي. فانت بتتكلم على لعيبه كواليتي عالي بتلعب في الدوريات رقم 1 على مستوى العالم. عماده بيلعب في مانشستر يونايتد الوينج اليمين، المهاجم بتاعهم بيلعب في استون فيلا، الوينج الشمال بيلعب في سالزبورج الالماني. نص الملعب عندهم كيسيه وعندهم لعيبه تانية مميزه، وخط الدفاع والحارس المرمى بتاعهم. فانت هتقابل فريق من المستوى الاول في افريقيا، وده انت ما قابلتوش قبل كده. انت ما قابلت جنوب افريقيا وما كانش في المستوى الاول، يعني كان بي بلس، يعني بيحك شويه في المستوى الاول. لكن انت النهارده هتقابل منتخب فعلا قوي، منتخب مرشح، منتخب حامل اللقب الاخير 2023 بطوله افريقيا، منتخب مش سهل. فانت لازم تبقى عارف دارس الفرقه اللي قدامك، حافظها، تحفظ لعيبتك بالذات في خط الدفاع. ما ينفعش انت تقابل الفرقه من اول 18 زي الماتش اللي فات، لا بل بالعكس. انت المفروض لما تقابل من نص الملعب. اذا ما كنتش هتضغط عليهم من قدام ال 18 بتاعهم، ما ينفعش خالص تقابل من ال 18 بتاعك زي ما حصل في الماتش اللي فات. يعني انت لازم تبقى مفهم فرقتك ومفهم لعيبتك. الماتش ما ينفعش تطلع منه الشوط الاولاني مضغوط، لان هما بيعرفوا يلعبوا كوره، بيعرفوا يلعبوا على الوينجات، بيعدوا، عندهم مهاره. ما ينفعش خالص تلعب من قدام ال 18 بتاعك. هنزعل لو لعبنا من قدام ال 18 بتاعنا، هنزعل. طبعا الماتش بتاع منتخب مصر اللي كسبناه 3-1 كان ماتش سيء. انت ما لعبتش غير في الشوط الاضافي الثاني لما جبت فيه جونين. الشوط الاضافي الاول جبت جون، والشوط الاضافي الثاني جبت الجون الثالث. فلا انت مش هينفع خالص اللي حصل في الماتش اللي فات يحصل خالص في الماتش ده. لازم من الاول تكون فاهم الفرقه، ان انت تتابع نص الملعب. انا توقعي ان احنا نبقى مضغوطين برضو، هيبقوا ماسكين علينا كوره، لان هم عندهم استحواذ كويس جدا، بيعرفوا يباصوا كوره كويس جدا. فما ينفعش بشتى الطرق، بكل الطرق، تقابل من قدام ال 18 بتاعك. هنزعل في الماتش ده. لا احنا هنقابل من نص الملعب، هنلعب 2 محاور ارتكاز، اذا كان مروان عطيه وحمدي فتحي. ولاعيبتنا لازم تاخد بالها من الانذارات، لان بقى عندنا لعيبه عندها انذارات. فاللعيب اللي هياخد انذار تاني في الماتش الجاي مش هيلعب. لو احنا صعدنا مش هيلعب قبل النهائي. لازم نخلي بالنا من حاجات كتير، امور كتير. ان شاء الله باذن الله يكون مواجهه مش سهله، بس نقدر نعديها، نقدر نتخطاها، نقدر نعدي منتخب كوت ديفوار. لانك هتبقى بتطلع حامل اللقب، بتطلع فرقه كبيره خرجتها بدري من بطوله افريقيا، مش هتوصل معاك للنهائيات. ولازم تبين ان انت منتخب قوي، منتخب تستاهل الصعود، تستحق النتائج اللي انت عملتها. ما تبقاش انت بتعمل نتيجه وبس، لا، واداء. يعني الماتش اللي فات انت كسبانه 3-1 بالعافيه. لولا ان هم تقدموا وطلعوا كل خطوطهم قدام، انت كنتش هتجيب الجون الثالث. احنا مش عارفين نلعب كوره طوليه. كورتين واحدتين اللي رحنا بيهم انفرادات، مرموش ضيعها في الشوط الاولاني، وصلاح جاب كوره وكان لوحده هو والجون، وده المنطقي من صلاح يعني. فان شاء الله باذن الله تكون مباراه خير، تكون مباراه بتقول اللي احنا لا نستاهل نوصل للنهائي، نستاهل ناخد بطوله. ان شاء الله باذن الله انتظرونا في حلقه جايه يوم الجمعه، وشاركونا بارائكم وقولوا لنا ايه توقعاتكم لنتيجه المباراه. صباح الخير.